ملياردير قاسي ومتسلط رغم نفوذه وفلوسه، إلا إنه بيكون عايش وحيد وحزين لأنه نفسه يلاقي الحب اللي يدفي قلبه ويملى حياته. ولما بيلاقيها بيطمن وبيعيشها جوه قلبه وبيحاول يعيش معاها كل السنين اللي عاشها من غيرها. حكايتنا النهاردة برضه غير أي حكاية، بس الأول ورونا اللايك بتاعكم الحلو وصلوا على النبي وتعالوا نشوفوا حكايتنا النهاردة بتقول ايه. وبيبتدي مسلسلنا مع بطلتنا شولان وهي بتهرب من شاب مقنع بيطاردها وعاوز يعتدي عليها، وبعد ما دخلت أوضة الفندق دخل الشاب وراها وفضل يقرب منها، ولما شالت الماسك من على وشه اتفاجئت بان الشاب ده هو بطلنا رجل الأعمال المشهور سين. والغريب ان هنا بدأت تتحول، وبعد ما كانت بتهرب منه بدأت هي اللي تعتدي عليه، وقضوا ليلة ولا في الخيال. لكنها فجأة بتصحى من النوم وبيطلع ان كل ده حلم من تفكيرها في حبيبها، واللي بتكون متابعة كل اخباره من شدة حبها فيه، وبتسمع البرنامج في التلفزيون بيتكلم عن نجاحاته وانجازاته في مجال الطيران. وهنا بنسمعها وهي بتقول في سرها اخيرا لقيته بعد السنين دي كلها، وكمان بتقرر ترجع البلد وتطرده لحد ما توقعه في حبها. وفي اليوم اللي بعده بترجع للمدينة وبنسمع صاحبتها وبتقول لها انها قدرت تلاقي لها شقة جنب شقة حبيبها سين، فهي فرحت جدا وكانت طايرة من السعادة، وعلى طول بتنتقل للشقة الجديدة. وبعد ما بتتفرج عليها بتاخد بالها ان في حاجات موجودة تخص شخص معين، لكنها مهتمتش وفهمت ان الحاجات دي بتاعت المستأجر اللي كان قبلها. وطلعت الأوضة أخدت دش علشان تتفاجئ بابننا بيدخل الشقة وبيستغرب لما بيلاقي الباب مفتوح، وبيتصدم كمان لما بيلاقي بطلتنا نازلة من فوق ولافة نفسها بالفوطة. ممكن أعرف انتي بتعملي ايه في شقتي؟ فهي لما عرفت انها شقته كانت خايفة ومتوترة واعتذرت منه، والمصيبة الأكبر انها لما حاولت تسلم عليه وقعت الفوطة منها ووقعت العباءة، فبطلنا الخجول لف وشه. اما هي فلفت نفسها بالفوطة ورجعت سألته وقالت له انا سمعت انك لسه عازب مش مرتبط، هو ده حقيقي؟ لكنه ما ادهاش وشه وسابها وقعد يقرأ المجلة لحد ما تلبس هدومها وتخرج. وفي اليوم اللي بعده بتقف تستناه في الشارع وبتحاول تقرب منه تاني، بس المرة دي بطريقة قديمة شويتين، وبتمثل انها باصة في التليفون وقال يعني مش واخدة بالها منه، فاتخبطت فيه وكانت هتقع. انا عارفة ان انت لسه مش مرتبط، لازم تعرف اني معجبة بيك ومش هسيبك لحد ما تحبني. ومن صراحتها هو كان مصدوم ورجع فلاش باك 10 سنين لورا، وبنشوفهم هما مع بعض في المدرسة الثانوي، وكل واحد فيهم بيبص للتاني من بعيد. تفتكروا هو كمان بيحبها ولا لأ؟ هنعرف بعدين. المهم ان في اللحظة دي هي بتسمع صوت فار في الجنينة، فبتستغل الفرصة وبتترمي في حضنه بحجة انها خايفة، بس هو كان زي الصنم ومش بيتحرك من مكانه، وكل اللي بيقدر يقوله لها انه لسه فاكرها فعلا من ايام المدرسة، وانها لو حاولت تقرب منه اكتر بتبقى بتلعب بالنار وهتحرق نفسها. فهي يا عيني بتتضايق وبتقوله بسرها انها مش هتكون جبانة زي السنين اللي فاتت، وهتعمل المستحيل لحد ما تقدر تكسب قلبه. بعدها بنشوفه واقف في المطبخ وهي بتدخل عليه بلبس مثير وكمان بتقرب منه بكل جراءة، ومرة واحدة بيصحى بطلنا من النوم وبنعرف ان هو كمان كان بيحلم بيها زي ما هي بتحلم بيه، وده من حبه فيها اللي كاتمه في قلبه بقاله سنين، وبيمثل انه مش شايفها، لكن هو من جواه بيتعذب بحبها وهيموت عليها حرفيا. يعني من الاخر كده هما الاتنين بيحبوا بعض من ايام الثانوية، لكن كل واحد فيهم كان مخبي على التاني. ولما بيطلع الصبح بنشوفها وهي واقفة في البلكونة، وبنسمعها وهي بتقول لمساعدتها انها هتغير مجال شغلها وهتسيب تصميم الازياء وهتشتغل في تصميم الطيارات اللي هو نفسه مجال شغل حبيبها، علشان تقدر يعني تقرب منه اكتر. ولما بتعرف انه رايح الجيم بسرعة بتروح وراه، وهناك بتقدر تغري 2 من الشباب وبتتفق معاهم يمثلوا انهم بيتحمرشوا بيها وعايزين يعتدوا عليها، وجريت بسرعة على سين وقالت له الحقني المتوحشين دول عاوزين يعتدوا عليا. والحقيقة ان هو ما كانش بس قمر، لا ده كان وحش متوحش وضربهم. اما هي فاستغلت الفرصة ومثلت انها خايفة وفضلت مستخبية في حضنه زي العصفورة، ولسه هيسيبها ويمشي لقاها بتوقفه وبتقوله ايه رأيك نتعشى سوا، بس هو رفض. احب اقولك لو موافقتش تتعشى معايا هاجي كل يوم هنا الجيم ومش هسيبك في حالك.
فسين يا عيني بيوافق علشان يرتاح من مطاردتها ليه اللي مش بتخلص دي. ولما بيجي الليل بنشوفهم فعلا بيتعشوا مع بعض في المطعم، وهي وقتها بتقوله انها رجعت من السفر مخصوص علشانه وعلشان تقرب منه. اما هو فكان بيتأمل جمالها من بعيد، لكن فجأة بيفوق نفسه وبيقول لا، انا عارف انها مش بتحبني، هي بتعمل كل ده لانها بتلعب وبتتسلى مش اكتر. ظلوم الراجل ده. وهي فعلا كانت شقية لأنها مرة واحدة بتمثل عليه إنها تعبانة، فخاف عليها وقرب منها علشان يشوف مالها. وبعدها اتصل على مساعده وطلب منه ياخدها ويوصلها للبيت. بس وهم في العربية أخدت بالها من اسورة شبه الاسورة بتاعتها اللي كانت محتفظة بيها من 10 سنين، وسألت نفسها معقول تكون هي اللي ضاعت مني زمان؟ لا لا، أكيد مش هي. تاني يوم بيروح ابننا يزور جدته، واللي بتكون زعلانة منه وبتقوله مش ناوي تتجوز بقى، كل اللي في سنك اتجوزوا وخلفوا. أنا مش معترض على الجواز يا تيتا، أنا بس مستنية الاقي البنت المناسبة. وفي الوقت ده جات له رسالة من شولان قالت له فيها ان تكييف اوضتها عطلان وبتطلب منه يصلحه. وجدته لما سمعت صوتها فرحت وطلبت منه يجيبها ويعرفها عليها. وبعد ما هو بيرجع البيت بيروح يصلح لها التكييف، وهناك هي بتبدأ تشوفه وتتخيله بشكل جريء شوية. الغريب ان هو كمان لما بيشوفها بيتخيلها بنفس الطريقة. فهي بتقف وبتقوله انا عارفة انك شايفني بنت مرحة ولعوبة زيادة عن اللزوم، بس اوعدك انك لو قربت مني هتغير رأيك فيا. وفي اليوم اللي بعده بنشوفه هو في مكتبه، وقتها بيدخل المساعد وبيعرف انه اخيرا لقى مصمم مبدع ومختلف زي ما هو عاوز. والسين لما شاف التصميمات دي عجبته قوي وقال له يحدد ميعاد مع المصمم ده علشان يتكلم معاه. ولما بيجي المصمم بيتفاجئ ان هي حبيبته شولان اللي بتقوله اظن ان انا دلوقتي ما عملتش حاجة ولا حاولت اقرب منك، انت اللي بعت لي علشان اشتغل معاك. وفجأة قامت وقربت منه، فهو اتوتر زيادة اكتر ما هو متوتر وبعد عنها. لكنها كانت قطة شقية واستمرت في لعبها وتمثيلها. ولما مثلت انها دايخة هو خاف عليها كالعادة وقرب منها، لكنه وقع في فخها زي كل مرة ولقى نفسه في حضنها. انا عارفة ان انت مش مصدق حبي ليك، بس اللي انت ما تعرفوش ان انا بحبك بقالي 10 سنين من ايام ما كنا في الثانوي، لكن ما كانش عندي جرأة اني اعترف لك لانك كنت اشطر واجمل شاب في المدرسة. وبالمناسبة في حفلة لم الشمل بكرة، هتيجي ولا لأ؟ ومرة واحدة قربت منه كده بسحر ولا الخيال، فهو اتلخبط وبعد عنها، فقربت منه تاني، والمرة دي هو مقدرش يقاومها اكتر وشالها وحطها في حضنه. فهي قربت منه تاني علشان المرة دي يضعف اكتر قدام براءتها ولمساتها الدافية ويندمج معاها ويسافروا سوا لعالم تاني. بس للأسف بيدخل مساعد وبيفصلهم عشان نسمعها في النهاية بتقوله الحفلة بكرة لو جيت فده معناه انك موافق تكون حبيبي، يلا على التدبيسة. وبعد ما بتخرج هو بيقول لنفسه ايه المشكلة لما قرب منها، مش يمكن تكون بتحبني فعلا مش زي ما انا فاهم. ولما بيجي تاني يوم بنشوفها وهي بتروح الحفلة لوحدها، وكانت مفاجأة بالنسبة لها لما لقيته هو كمان وصل بعدها. وساعتها بنسمع واحدة من أصحابهم بتكون يعني يحاربوها شويتين وهي بتتنمر على بطلتنا، وبتقول لها انها ازاي بقت غنية في وقت قصير كده، اكيد ليها علاقات سابقة كتير، خصوصا يعني ان سمعتها سابقاها. هنا بطلنا البارد فجأة بيتحول لوحش وبيكب العصير على وش البنت عشان بس غلطت في حبيبته. اما هي فضربتها بالقلم على وشها وكملوا السهرة تاني ولا كأن في اي حاجة حصلت، عشان بعدها واحد من الموجودين يقدم لبطلتنا كاس ويعرض عليها ترقص معاه. بس هو مقدرش يتحمل وشدها من ايديها واخدها على جنب بعيد عنهم وحوطها بايديه وخباها جوه حضنه كأنه خايف احسن تتسرق منه. ممكن اعرف ايه اللي انت بتعمليه ده؟ فهي ردت عليه بكل برود وقالت له وانت مالك، مش انت مش بتحبني؟ بعد كده مش هجري وراك تاني ولا هظهر في طريقك حتى. وبعدين انت متضايق كده ليه؟ هو انت بتغير عليا؟ فرد وقال لها انت اكيد عارفة مش كل حاجة لازم اقولها. لا طبعا لازم تقول، زي ما انا برضو عاوزاك تعرف انك اول راجل في حياتي مش زي ما الناس بتقول عليا. فعرفها انه متأكد من ده وطلب منها ما تقربش من اي راجل تاني والا وقتها هيقتلها هي وهو. حامش الواد تحسوه صيني بس بدم صعيدي.
وقبل ما يمشي بيعرفها ان مساعده هيجي ياخدها ويوصلها لحد البيت، لانها ما ينفعش تروح لوحدها في وقت متأخر زي ده. وبعد ما مشي بتقف شولان تقول لنفسها وهي مبسوطة شكله بيحبني بس بيداري، وإلا يعني ما كانش غار عليا. وتاني يوم الصبح أمها بتتصل عليها وبتعرفها إن عمتها الحربوقة وبنتها العقربة عايزين ياخدوا منها بيتها اللي ورثته عن جوزها غصب عنها. فبنتنا مش بتقدر تتحمل وبتلبس على طول وبتسافر بسرعة، وأول ما بتوصل بتلاقيهم بيتخانقوا مع أمها وبيشتموها، فهي على طول بترش عليهم مية وبتهزقهم كويس قوي. وكانت النتيجة ان عمتها ما قدرتش تتحمل ورفعت ايديها ولسه هتضربها بالقلم، فجأة بيظهر ابننا وبيبعدها عنها وبيهددهم انهم لو تعرضوا لها تاني هيدخلهم السجن. وقتها سين بياخد باله انها مجروحة في ايديها، فبيدخل معاها علشان يطمن عليها، ومش بيمشي غير لما يداولها الجرح بنفسه. بعدها بنعرف انها اتفقت مع مساعد حبيبها يعملوا عليه خطة علشان يخلوه يغير ويعترف انه بيحبها ويقرب منها، يعني بدل اللي هو بيعمله ده. ولما بيجي الليل بتخرج تسهر مع المساعد في البار وهي لابسة فستان شيك جدا، وأول ما بتعرف إن حبيبها وصل للمكان بتبدأ تقرب منه وتتغزل فيه وتتدلع عليه. فهو لما شاف المنظر ده اتجنن ومسكها جامد وسألها ايه اللي انت بتعمليه ده، وانت مالك؟ مش انت قلت انك مش بتحبني؟ خلاص يبقى من حقي ارتبط براجل غيرك. وقبل ما الدنيا تولع نار ما بينهم بيقوم ابن عمه وبيقول له اهدى شوية، كل ده عشان اخليك تتحرك قبل ما البنت تطير منك. وهو ساعتها لما حب يقرب منها اتعصبت عليه وبعدت عنه، فخرج وراها وشدها بالعافية وسألها ممكن اعرف انت زعلانة ليه؟ مش هو ده اللي انت كنت عايزاه من الاول؟ انت شخص اناني مش عاوزني وفي نفس الوقت مش عاوزني اكون مع غيرك. فقال لها ان هو فعلا بيغير عليها ومش بيقدر يتحمل يشوفها مع راجل تاني. فسألته يعني انت بتحبني؟ فرد عليها كان مختلف شوية وقال لها لو عاوزة فعلا تكوني حبيبتي يبقى لازم تبعدي عن كل الرجالة وتبقي ملكي انا لوحدي وبس، وكمان تنتقلي وتعيشي معايا في بيتي. فهي فرحت جدا ووافقت على طول، ومن اللحظة دي هما الاتنين بقوا مرتبطين بشكل رسمي. ومن تاني يوم بنشوفهم عايشين مع بعض في نفس البيت، بس للأسف بيجيله مكالمة من مساعده اللي بيطلب منه ينزل يستقبل ليلي من المطار ويوصلها بنفسه. طبعا هو في الأول رفض لأنه مش قادر يبعد عن حبيبته، لكن المساعد أصر عليه فاضطر ينزل. وهي لما عرفت انه هيسيبها لوحدها زعلت قوي، بس هو قدر يقنعها ويصالحها كمان. وبعد ما نزل لقى الحربوقة واقفة مستنية على الطريق، وبعد ما بتدخل العربية بتبدأ تحاول تقرب منه وبتبقى عاوزة ترتبط بيه، بس هو بيعرفها انه خلاص بقى مرتبط ببنت بيحبها جدا ومستحيل يخونها، وبيطلب منها تنزل من العربية. وهي لما بترفض بينزل هو وبيخلي مساعده يوصلها بنفسه، وبيرجع هو لحبيبته. ولما بيجي الليل بنشوفها رايحة تسهر في البار مع أصحابها، وأول ما بتدخل بتسمع نفس البنت الرخمة بتتكلم على أمها بطريقة مش كويسة، وبتقول إنها كانت حبيبة سرية لرجل أعمال غني جدا في بكين. وللأسف الشخص ده لما عرف إنها حامل منه اتخلى عنها ورماها في الشارع، وعشان كده بنتها طالعة زيها بتحب اللعب مع الرجالة. فبطلتنا خرجت عن شعورها وضربتها بالقلم. ومش كده وبس، ده ابننا اللي بيظهر فجأة هو كمان بيوعدها انه هيطلب لها الشرطة، بس هي من حسن حظها ان امها بتكون معاها وبتترجاها توافق تعتذر لان ابوها شغال في شركة سين وكده ممكن يطردوا. فالبنت فعلا اعتذرت منها وسألته ممكن اعرف انت زعلان عليها كده ليه؟ فراح هو قرب منها قدامهم كلهم واعلن علاقتهم وعرف الكل انها تبقى حبيبته واخدها ومشي. وتاني يوم بتوصل عمتها الصفرة للشركة وبتبدأ تشهر بيها وتفضحها قدام كل الموظفين، فهي يا عيني بتطلع وبتحاول تضربها. اما بطلنا فبيجي هو كمان وبيقف في وشها وبيهددها انها لو ما مشيتش من هنا هيكلم المحامي وهيخليه يشوف شغله معاها. فهي اتجننت وضربته وبقالة حادة في ايديه وجرحته جرح جامد وهربت من المكان بسرعة. بعدها على طول بنشوف شولان وهي بتعالج له الجرح وبتعتذر منه لانها عملت له مشاكل كتير. ممكن ما تفكريش في اي حاجة من الحاجات دي، انا هفضل جنبك وفي ظهرك وهحميكي من اي حد يحاول يأذيكي. في نفس اللحظة دي بتتصل عليه امه لانها بتكون عرفت اللي حصل، وبعد ما بتطمن عليه بتسأله هل هو فعلا بقى مرتبط زي ما هي عرفت ولا لأ. فجاوبها بصراحة وقال لها انه فعلا لقى حب عمره اللي بيدور عليه بقاله سنين. وفي اليوم اللي بعده بنشوفها وهي بتكمل شغلها علشان تتفاجئ بيه وهو بيحضنها من ظهرها. ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت نسي ان احنا في الشركة ولا ايه؟
وممكن حد يشوفنا، ده غير كاميرات المراقبة اللي مزروعة في كل مكان. فرد وقال لها ما تخافيش، محدش دلوقتي موجود في الشركة غيري أنا وإنتي وبس، وإن كان على كاميرات فاحنا ممكن نقعد نتفرج عليها سوا بالليل. وفضل يحب فيها حوالي ساعة، وكأن الساعة دي بالنسبة له عمر لوحده. ولكن للأسف اللي فصله من اللحظة الجميلة دي هو الغبي وونج، اللي بيفضل يقولها أنا بحبك ومش عاوز أخسرك، ويا ريت ترجعي معايا، وازاي تسيبيني عشان واحد خنفسة زي اللي جنبك ده. فهي ردت عليه وعرفته انها مش طايقاه تشوف وشه اصلا، ده غير انها خلاص بقت مرتبطة وبتحب حبيبها ومستحيل تسيبه عشان اي واحد زيه. وطبعا سين ما صدق سمع منها الكلمتين دول، وقال له خلاص على كده اطمنت انها مش بتحبك، يا ريت بقى بلاش نشوفك تاني. وبياخدها وبيدخلوا يتخبوا في المكتب منه. وساعتها هي بتسأله ممكن اعرف انت متضايق ليه؟ غيران عليا مش كده؟ لازم تكون واثق ان انا مرتبطتش باي راجل قبلك صدقني، وكل الكلام اللي هو بيقوله ده كذب في كذب، انا علاقتي بيه كانت علاقة شغل مش اكتر، بس معرفش ايه اللي حصل له وبقى يطاردني في كل مكان كده ليه. فبطلنا صدقها لانه متأكد انها بتحبه فعلا. وفي اليوم اللي بعده بياخدها وبيروحوا يتغدوا مع جدته عشان يعرفهم على بعض. وقتها بنتنا بتقوم تجيب طبق الفاكهة من المطبخ، فهو على طول بيدخل وراها وبيبدأ يتغزل ويتحمرش بيها. لحظتها أمه بتدخل وبتشوفهم سوا، لكنها بتعمل نفسها ما شافتش حاجة، وبتقعد تتكلم مع الجدة وبتعرفها انها سمعت كلام مش كويس عن شولان، وعشان كده هي مش موافقة على الجوازة دي. طبعا بنتنا كانت سامعة كل الكلام ده وقالت له انا حاسة ان والدتك مش حباني. رد عليها وقال لها ما تخافيش انا مش هتجوز غيرك، وبعدين والدتي ست طيبة هتقدري تكسبيها بسهولة. وهو بيخرج يقعد مع أمه لوحدهم وبيحاول يتكلم معاها ويفهمها إن حبيبته كويسة مش زي ما هي فاهمة، لكن أمه بتفضل مصرة على قرارها وبتقوله الجوازة دي على جثتي إنها تتم. وقبل ما تمشي بتقف بطلتنا تتكلم معاها علشان تفهم هي ليه واخدة موقف منها. فالأم ردت عليها وقالت لها بكل بساطة أنا مش شايفاكي مناسبة لابني، وافتكر إن ده حقي، ولو اتجوزك هيبقى بيدمر حياته وبيرمي نفسه في النار والهلاك. ياه للدرجة دي؟ وبتروح بنتنا تسهر في البار، وهناك بيجي حبيبها وبيعمل لها الكاس بنفسه. وطبعا كل البنات اللي في المكان كانوا هيتجننوا عليه من جماله وطلته اللي تخطف القلب خطف. وبعدها اخدها على جنب وادالها العصير بالطريقة اللي هي كانت عاوزاها. ومش كده وبس، ده كمان اخدها في حضنه وقرب منها قدام كل الناس. ايه اللي انت بتعمله ده؟ في ناس كتير حوالينا. فرد وقال لها انه مش فارق معاه اي حد غيرها هي وبس. بس للأسف وونج كان هو كمان موجود وبنشوفه وهو بيراقبها من بعيد، وأول ما بيلاقيها داخلة الحمام بسرعة بيجري وراها وحاول يستعطفها وبيطلب منها ترجعله لأنه بيحبها ومش قادر يشوف غيرها. ساعتها بيجي سين وبيضربه برجليه وبيهدده لو قرب منها تاني مش هيرحمه وهيوديه ورا الشمس. وطبعا الثعلب خاف لما سمع منه الكلام ده ونزل على الأرض واعتذر منها ووعدها انه مش هيخليها تشوفه تاني أبدا. أما أميرنا فعلى طول بياخدها وبيرجع بيها على البيت، وبيفضلوا غرقانين في عالم الحب اللي عايشين فيه من يوم ما ارتبطوا. لكن للأسف ساعتها بتوصل أمها وتقطع عليهم لحظاتهم الجميلة، وبتعرفها إن عمتها للأسف باعت البيت، وبكده هي بقت في الشارع وما عندهاش مكان تروحه غير هنا. وبتطلب منها تقعد معاها فترة قصيرة لحد ما تلاقي مكان تعيش فيه. فبنتنا وافقت لأنها ما قدرتش تسيب أمها في الحالة دي. ولما بيطلع الصبح على طول بتروح الشركة، وأول ما بتوصل بتدخل المكتب تطمن على حبيبها وبتترمي في حضنه زي بنته الصغيرة. أما هو فكان مبسوط إنه شافها وكأن يومه مش بيبدأ غير بوجودها. بس للأسف الحرابيق وراهم لأن ساعتها بتوصل الست ليلي وبتقول لها أحب أعرفك على نفسي، أنا بقى خطيبة سين وزوجته المستقبلية، أما انتي مجرد تسلية هيتسلى بيكي لمدة يومين وبعدها هيرميكي ويرجعلي. فبطلنا اتضايق منها وقال لها ايه اللي انتي بتقوليه ده، وبص لحبيبته اللي كانت هتموت حرفيا من الصدمة وعرفها انها مش خطيبته ولا حاجة، ده هي اللي رامية بلاها عليه، اما هو فما بيحبش غيرها هي وبس. وعلشان الليلة تكمل بتوصل أمه هي كمان وبتسألهم ايه اللي بيحصل هنا. فابننا بيقرب من أمه علشان يحكي لها اللي حصل، ولحظتها المصيبة ليلي بتضرب نفسها بالقلم وبتقع على الأرض وبتتهم بطلتنا إن هي اللي عملت فيها كده. فطبعا الأم بتصدقها وكأن مش سامعة شولان اللي بتفضل تقول لهم صدقوني أنا ما عملتش أي حاجة، هي اللي بتتبلى عليا. فسين قرب منها وأخدها في حضنه، انا مصدقك وواثق فيكي كمان ومتأكد انك ما عملتيش الحركات دي. طبعا الام بتتضايق
وبتبقى شايفة انها اكيد عاملة لابنها سحر، لان مفيش حد يصدق حد بسهولة كده. اما الحرباية فبتبقى لسه مصدقة نفسها وبترفع ايديها وبتبقى عاوزة تضربها بالقلم. ما تعرفش ان سين مش هيسمح لها تعمل كده في بنته، وفعلا بيمسك ايديها وحرفيا كان عاوز يقسمها نصين، وهددها لو ما اعتذرتش منها واعترفت بكل اللي هي عملته هيبلغ عنها الشرطة. وفعلا نادى على مساعده وطلب منه ياخدها يرميها برا الشركة ويجيب له فيديو كاميرات المراقبة علشان يسجنها بيها. وبعد ما بتخرج بيلاقي امه بتقوله مش كفاية كده بقى وتبعد عنها، انا مستحيل اسيبها لاني بحبها ومش هتجوز غيرها. وتاني يوم الصبح بنشوفهم وهما قاعدين بيفطروا سوا في هدوء وسط الخضرة والجو الجميل. وقتها بيتصل عليهم والد ليلي وبيعتذر من بطلنا، وكمان بيخلي بنته تعتذر من شولان. فبطلتنا بتقبل اعتذارها وبتقول لها اهم حاجة تبعدي عن حبيبي وملكيش دعوة بيه تاني ابدا. وبعد ما بتنهي المكالمة بنتفاجئ بابننا بيطلب ايديها للجواز، لكنها بتتشرط عليه لازم امه توافق الاول. وفي مكان تاني بنشوف راجل عجوز قاعد على كرسي متحرك، وبنسمعه وهو بيقول لابنه الكبير انه في يوم من الايام قابل بنت وحبها، والبنت دي حملت منه وخلفت بنوتة صغيرة، لكن مع الأسف اضطر يتخلى عنهم عشان ما يخربش بيته. وفي النهاية أمره يدور عليهم ويلاقيهم بأي شكل. وبنرجع تاني لابننا وهو قاعد مع جدته وبيطلب منها تكلم أمه وتحاول تقنعها توافق على جوازه من حبيبته. فالجدة فعلا كلمت الأم وقدرت تقنعها بسهولة، بس الغريب إنها بعدين بتروح تقابل أم شولان وبتطلب منها تخلي بنتها تبعد عن ابنها. فالأم بتقولها أنا مش بتدخل في حياة بنتي الخاصة، وبما انها اختارت سين يبقى هي واثقة ان هو الشخص اللي هيقدر يساعدها وبتسيبها وتمشي. وفي مكان تاني بنشوف عصافير الحب وهم واقفين بيتغزلوا في بعض، وبنسمع بنتنا وهي بتقوله انت كذاب عشان كدبت عليا وما قلتليش انك هترجع من السفر النهارده. ممكن اعرف انت زعلانه مني ليه؟ انا حبيت اعملها لك مفاجاه. وبيقول لها انه هياخدها بالليل يعرفها على صاحبته الانتي من ايام الجامعه. ولما بيجي الليل بيروحوا يقابلوها، وصاحبته دي كمان بتكون مش بس عقربة، لا دي بتكون مكارة كبيرة قوي لدرجة انها بتفضل قاعدة تبصلهم وتحقد عليهم. عشان هنا نكتشف انها بتحب بطلنا الوسيم. بعد شوية بتقوم شولان تروح الحمام، فهي بتنتهز الفرصة وبتروح وراها وبكل بجاحة بتقولها انا بحب سين من ايام الجامعة، ايه رأيك تاخدي الفيزا دي فيها فلوس كتير وحاولي تروقي بيها على نفسك، لكن بشرط تبعدي عنه وتخرجي من حياته وتسيبي ليا. لكن بنتنا طبعا بترفض وقالت لها انتي انسانة مش محترمة، ازاي بكل جرأة تطلبي مني اسيبلك حبيبي الراجل اللي عشت عمري كله مستنياه. فالبنت لما عرفت انها مش هتقدر تفوز وتاخد منها خطيبها بتسيبها وبتمشي، شكلها انسانة مريضة، عشان بعدها يجيلها حبيبها ويسألها في ايه، فقالت له مفيش حاجة واخدته ومشيوا. بالمناسبة انا حبيت اقولك ان جدتي عازمانا بكرة علشان نحتفل كلنا بعيد ميلاد ماما. ولما بيجي تاني يوم بتوصل الام، والمفروض انهم بيكونوا جايبين كمية من المجوهرات عشان كل واحد فيهم يقدم لها خاتم، بس شولان لما اختارت واحد طلع غالي فكانت هترجعه تاني لانها مش هتقدر تدفع فلوسه، لكن سين قال لها ما تشغلش بالها بالفلوس واصر انها تاخده وتقدمه لها هدية. بس امه حبت تعاند فيهم وطلبت خاتم اغلى، لكن هو مهتمش بيها وكبر دماغه من موضوع الهدية وعيد الميلاد ده، وشاف انه بيضيع وقت معاهم على الفاضي، واهتم بحبيبته وقدم لها خاتم الجواز. اي نعم هي في الاول كانت رافضة علشان ما تزعلش امه، لكن هو برضه اصر ولبسها الخاتم قدامهم كلهم واخدها ومشي. ولما بيجي الليل بنشوف امه بتقابل بطلتنا وبتحاول تقنعها تبعد عن ابنها، وقبل ما تخلص كلام فجأة بتتعب وشولان هي اللي بتنقذها، ومن هنا عرفت واتأكدت انها بنت كويسة وبتوافق على جوازهم. فبطلنا من فرحته مثل عليها انه تعبانة علشان تروح له الشقة، ولما بتروح بتلاقيه زي الوحش مفيهوش اي حاجة. ممكن اعرف انت ليه كدبت عليا وجبتني هنا؟ فرد وقال لها انا عملت كده لانك وحشتيني جدا وبقالي كتير نفسي احضنك، وكانت ليلة بقى كلها اكشن في اكشن. وبيفضلوا عايشين في عالم السحر والرومانسية ده لفترة طويلة، لدرجة انه ما بقاش بيروح الشغل وطول اليوم نايم في حضنها، لحد ما في يوم من الايام بيتفاجئ انها بتروح للشغل وبتعمل له مفاجأة وبتعرفه انها موافقة تتجوزه، وهو من فرحته بيشيلها وبيجري بيها على المكتب وبيتجوزها في نفس اليوم. واخيرا بيجي يوم الفرح والعيلة كلها بتكون فرحانة علشانهم، ومن ضمنهم ابوها اللي بيرجع وبيقدر يخليها تسامحه.
وفي النهاية فرحت من الإحساس إنها أخيرا اتسندت على قلب بيخاف عليها بجد، والأول مرة بعد سنين حضنها وطمنت كأن كل وجع السنين راح في لحظة واحدة، وبيوعدها إنه هيفضل جنبها العمر كله وهيعيشوا سوا حياة زوجية هادية وسعيدة. وبس كده توتة توتة خلصت الحدوتة. لحد هنا بتكون خلصت أحداث مسلسلنا، يا رب يكون عجبكم. بس ما تنسوناش باللايك بتاعكم الحلو وتصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. كمان تشتركوا في قنواتنا التانية، هتلاقوا الروابط بتاعتها موجودة في صندوق الوصف. واشوفكم في ملخص جديد ان شاء الله. سلام.